البطولة مهمة في وقتها، لكن ما تقفش أبدا عند البطولة دي وتستنى. ابني عليها واجعلها مجرد بداية فقط لا غير. لو بنيت عليها صح ممكن تكون نقطة لانطلاق في بطولات كتير جاية، لأن لسه فعلا البطولات كتير جاية والبطولات ما بتنتهيش مع كل موسم. الزمالك بروح قتالية، زي ما بقول لكم كده، الزمالك بروح قتاليه بيفوز النهارده بركلات الترجيح. شوط اول بيراميدز هو المسيطر، هو اللي بيعمل كل حاجه جدا. الزمالك على فترات بنزول واحد بس والله هو اللي عمل القلبان ده كله. نزول ناصر منسي قلب اللقاء رأسا على عقب. مهاجم بيجري يمين بيجري شمال بيضغط بيعمل كل حاجه. المهاجم ده انت مفتقده بالفعل في كل حاجه. مهاجم بيستلم، مهاجم بيشوط، مهاجم ده مش موجود عندك بقاله كتير. تمام. زائد ناصر ماهر برضو لاعب كوره جميله النهارده، ولكن ينقصه وينج. انت لازم وينج. ناصر يا عيني النهارده مظلوم لانه بيلعب وينج. ناصر لو بيلعب في مركز 10 هتلاقي منه ثرو 2 و3، لكن مفيش. هو بيفتح يجري على الجنب يرجع نفس الكلام. النهارده الزمالك بيأكد ان البطوله للجماهير، ان البطوله موجوده، بس الفكره كلها في الروح. انا بحب عواد جدا، عواد بحبه جدا جدا جدا، ولكن ما حبيتش التبديل بتاع صبحي لسبب. عواد بعيد قوي الفتره اللي فاتت، وعشان كده كمان ربنا ما وفقش عواد في ولا ضربة جزاء، رغم انه كان قريب جدا يصد واحده او اتنين. صبحي كان اولى، رغم ان انا صبحي بالنسبه لي لا، عواد اعلى منه بكتير، ولكن طالما عواد قاعد وصبحي اللي بيلعب يبقى صبحي اللي رجليه في الملعب. ولكن خلاص تبديل واتعمل، وايمن رمادي كان واثق في عواد اكتر من صبحي، وعشان كده اتداوت الجراح دي بالفوز. عارف لو كنا خسرنا كان هيبقى في موال وليه خرج وليه عمل، وربنا في الاخر كافئ شيكابالا. دمعته غاليه قوي عند اللي بيفهم كوره، مش عند اي حد، لان الراجل دوت عنده وفاء غير طبيعي وعنده طيبه غير طبيعيه، وكان خايف تضيع يتكلموا برضو عليه تاني وعمل وما عملش، ولكن الحمد لله ربنا وفقه. وجت ضربه الجزاء الحاسمه اللي معرفش برضو ناصر منسي دخل طريقه غريبه عجيبه. نتكلم بقى على مصطفى شلبي وايمن الرمادي قبل مصطفى شلبي من الدقيقه 60 مفيش ومشطب. انا اخليه يلعب ضربه جزاء؟ الراجل مشطب. طب يا كابتن ايمن الرمادي قبل ضربه الجزاء انت ليه ما تبدلوش؟ ليه ما تنزلش محمد السيد؟ ليه ما تنزلش ايشو؟ ليه ما تنزلش اي حد عموما؟ اي حد انت شايفه مش قادر وبيتحامل على نفسه، وهو اساسا في الايام العاديه ما بيعديش 1-على-1، جايبه النهارده ويعدي وقدام بيراميدز 1-على-1. هو الراجل مش قادر. فكنت عايز افهم النقطه دي، يعني يا ريت تطلع تتكلم عليها. الراجل عيط بالفعل عشان هو ضيع وكان ممكن يخسر وهيلبسوه الخساره الكامله، لان بصراحه هو زي مستواه وحش قوي، مستواه متراجع جدا. بس الفكره كلها انت ليه يا كابتن ايمن اصريت انه يفضل في ارض الملعب؟ هو ده اللي انا نفسي يترد عليا فيه. ليه اصريت ان هو يفضل في ارض الملعب؟ بس هو ده اللي انا عايز افهمه، وده اللي نفسي الاقي له اجابه. ان انت عندك بودلة بره وسبته برضه، وانت عندك ممكن تنزل محمد السيد، ممكن تنزل ايشو، ممكن تنزل ده صلاح مصدق حسام اشرف، اي حد. ولكن الحمد لله ربنا ستر. الزمالك فاز بضربات الجزاء. انا ما كنتش هزعل على فكره لو بيراميدز كسب، لان انا بلعب من غير وينجات، وبلعب من غير حاجات، ونص ملعب يا عيني محمد شحاته النهارده شال لوحده وطلع عين اهله لوحده. فانا ما كنتش هزعل، يعني انا ما عنديش امكانيات ان انا اكسبك، ولكن عرفت اتعادل معاك وعرفت افوز عليك. رغم غيابات بيراميدز وغياب اكبر مؤثر فيهم فيستون مايلي، ده كان هيبقى جبار علينا النهارده لو كان لعب، والحمد لله انه ما لعبش يعني. الزمالك عرف يقف وعرف يثبت ان انا اقدر اعمل. تبني بقى على الكلام ده زي ما قلت لك في المقدمه، تبني على الكلام دوت انك تجيب صفقات صح، تمشي الدنيا صح، تمضي اللي عندك صح. طبعا كلنا زعلانين عشان عبد الشافي، ولكن هو ما لعبش يعني حتى الموسم، يعني جاله رباط صليبي فما لعبش. فرحيل عبد الشافي هيأثر فينا، واتمنى ان حمزه المسلوسي يجدد. اتمنى ان الراجل ده يجدد. الراجل ده عالي قوي معاك، كان جاي مش قوي ولكن عالي معاك، فاتمنى انه يجدد. مبروك لنادي الزمالك ومبروك لكل زملكاوي.